اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا أحسن متابعين في الدنيا كلها، يا أغلى من كل الغاليين. حلوة دي ماشية مع بعض. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال، يا رب تكونوا بخير كده وتمام. آه النهارده بقى ايه؟ هنعمل فيديو بقى في اوضه البنات كده، نعمل روتين كده حلو في اوضه البنات زي ما عملنا اوضتنا كده. لازم نعمل اوضه البنات كده وننضفها، هي نظيفه وكل حاجه، بس ايه؟ الحيطان كده عايزه تتغسل، تتمسح، بلاش تتمسح. وطبعا عندنا كده ايه؟ في رطوبة في السقف عندنا كده، من بقع كده بتبقى سمرة بتطلع كده عندنا في الصيف وفي الشتاء، هي يعني على طول ملازمانة في الصيف وفي الشتاء. فما ينفعش طبعا، غير مسموح انك تسيبيها كده، منظرها وحش، شكلها ما ينفعش يبقى يعني باين كده، لان ايه؟ المنظر العام بيبقى مش حلو، مش محبوب، يعني مش محبوب المنظر ده. فطبعا انا هعمل ايه النهارده؟ هروح كده اجيب شويه ميه في اي جردل كده، واحط عليهم شويه اللي عندي بقى، بريل، اريال، اي حاجه عندي، وحاجه حطاهم فيها، واجيب حته قماشه قطن كده نظيفه، واجي اقعد بقى ايه؟ امسح كده وانضف واخلي الدنيا زي الفل. ويلا بينا كده نشوف هنعمل ايه. يلا ايه كده هنشوف. انا كده ايه؟ بحضر طبعا الحاجات بتاعتي. انا قلت ايه؟ اجيب ديت. ده طبعا الملاية اللي في ايدي دي مش ملاية، ديت بتاعت دي وش لحاف. انا اللي انا ماسكاه في ايدي ديت الملاية، طبعا وش الحاف ده انا كنت فاكه اللحاف عشان اغسله. فطبعا ايه؟ هشيل الملاية هنا عشان ما تتوسخش، لان انا هنقف طبعا اكيد على السرير، لان انا مش هطول، انا قصيره ومش هطول. فهشيلت الملاية كده من على السرير عشان نظيفة، مش عايزة اوسخها. وايه؟ عايزة نعدل بقى طبعا حافظ المرتبة ده، لان البنات طبعا بيفركوا كتير وهم قاعدين كده ايه؟ ساعات مع بعض في بالليل بيقعدوا على السرير، بيقعدوا يفركوا وكده. فهو يعني بينشال كده من المرتبة. فلازم برضو ايه؟ كنت عايزة اعدله. فهنا فرشت كده وش اللحاف عشان نقف عليه، عشان اعمل الحيطان، واعمل برضو السقف بتاعي عشان يتم نضيف. تمام. انا بعمل بحط البتاع دوت عشان نقف عليه كده. انا رايحة بقى ايه؟ عشان اجيب حاجتي. رحت عشان اجيب طبعا المساحة. استنوا حاجة هجيلكوا، بس ايه؟ رحت اجيب المساحة علشان هي اللي هتطول، لان طبعا القصيرة ضجرتها والطويلة تقضي حاجتها، وانا قصيرة مش هينفع ايه؟ حتى لو وقفت على السرير برضو مش هطول. فرحت جبت المساحة، وجبت فانيلا كده، يعني انا مش عايزاها، مستغنية عنها يعني. يعني من الفانيلات اللي هي القطن دي عشان تنضف وتمسح معايا حلو. رحت جبتها كده، ورحت بقى عاملاها لكم في المية كده بالاريا. وطبعا ايه؟ كان عندي بصراحة يعني معطر ملابس، رحت حاطة شوية كده ايه؟ عشان يعني يدوا ريحة حلوة برضو. اي يعني الشطارة بقى مش عايزة يعني كلام بقى، انا شطورة كده بقى ايه؟ بفنن حاجات من دماغي. حطيت لكم شوية معطر بتاع ملابس، وحطيت شوية كلور، معرفش، كانت ريحة غريبة كده، يعني هي ايه؟ برضو يعني قلب بريحة غريبة كده، معرفش ايه الريحة دي بصراحة، بس ايه؟ هي حلوة برضو، ريحتها حلوة برضو. والنظافة برضو ايه؟ النظافة في اي حاجة حلوة. آه هنا بقى ايه؟ طلعت لكم كده على السرير علشان اطول، ما انا صيرة هعمل ايه؟ وطبعا المرتبة عمالة تهزني لوحدها، وشكل مسخة مش عارفة اعمل ايه. المهم ايه؟ طولت لكم البقعة السمرة ديت، بقيت بالمساحة ايه؟ رايحة جاية كده، واتك عليها عشان تنضف، لان انا بعاني كل سنة من الموضوع بتاع الرطوبة بتاعت الحيطان، والرطوبة بتاعت السوفات والحاجات دي. ماشي. طلعت القماشة كده اتوسخت خالص، هشطفها برضو في المية كده. تمام. بشطفها و... وامسح بقى ايه؟ بقى بمسح الحيطان معايا برضو، لان ايه؟ برضو الحيطان فيها ساعات رماس
هي وأسيل مثلا بياكلوا حاجة ويحطوا ايدهم على الحيطة ومع دي. ساعات مثلا بيبقى ناموسة مثلا حد مموتها على الحيطة كده يعني. فلازم تمسحي الحيطان كده اهوت وتنضفها تخليها زي الفل. تمام. هي اصلا يا جماعة الحاجة مش ببلاش، الحاجة غالية والدنيا اصلا بقت غلا، والواحد لازم يحافظ على كل حاجة. يعني بجد الزمن ده علم الواحد ان هو يحافظ على كل حاجة، لان الحاجة طول ما انتي بتحافظي عليها طول ما هي هتبقى حلوة يعني ايه، مش هتتبهدل منك. طبعا ايه احنا دخلنا كده بقى على الحيطة اللي هي ايه، اللي التانية ديت اللي ورا السرير ديت. على فكرة ده الحاجات اللي هي تحس انها بيضة دي المفروض كانت رسومات كده. احنا كنت طالبه يعني اللونين دولت من ابو شهد، قلت له انا نفسي في اللون اللي هو ايه الروز الهادي ده، ونفسي في اللون اللي هو المو اللي هو المشبح، عامل زي ما تكون ايه مشبح كده. فهو ايه عملهولي وكده بس، وكان شكله جميل خالص اول ما اتبيض، لان طبعا كان لسه البياض ليه باجته، فلازم يتمسح. اول ما يتمسح حتى انا بمسح اهو تحس كده ان ايه اللون بيبان كده معانا، يعني زي ما يكون في تجييره كده لما بتمسحي اللون بيبان كده وبينضف. تمام. فانا ايه قعدت بقى ايه امسح في الحيطان وعايزه طبعا نتيجه حلوه، لان انا ب- يعني انا عزمت النيه ان انا هنضف الاوضه وهخلي الحيطان نظيفه زي الفل. عايزه ادخل ايه، عايزه ادخل بعد ما اخلص كده احس ببهجه الالوان كده والبهجه بتاعت النظافه كده ان انا نضفت يعني وكده. فهنا برضو ايه شطفتها تاني. وقعدت بقى ايه ان انا يعني ايه امسح وكده. بصوا يا جماعه، في ناس بتلف كده بالكياس اللي هي زي شبيهه للبرسيل والحاجات دي، معرفش هو اوكسي، بس للاسف انا لما جيت اغسل بيه حسيت ان هو زي ما يكون، بجد والله بجد يعني حسيت ان هو زي ما يكون فيه ملح. يعني اولا ما بيرغيش، ثانيا تحسي كده ان هو ايه، تمسكي الكيس تشيليه تحسي ان هو تقيل كده، مش زي الكيس بتاع الاوكسي اللي هو اللي احنا بنشتريه. انا عندي اوكسي وعندي البرسيل وعندي الاريال، وكله اريال. زي زمان كده ما كانش فيه غير حاجه اسمها الرابسو والاومو. لحد قريب انا كنت يعني ايه كنت اقول لعيالي يعني روحي اشتري لي باكو اومو، روحي هاتي لي باكو رابسو. بجد يا جماعه والله يعني، فالواحد يعني واخد على ان هو يعني خلاص بقى الرابسو اللي هو احنا بنغسل بيه بقى كله زي اريال واوكسي وحاجات من دي. فانا اشتريت الكيس ده ب10 جنيه على ان هو يعني حلو وكده. حتى انا حطيته في الميه ما بيرغيش، حاسه اللي هو مش بيرغي خالص، بس هو ريحه بس، هو ريحه بس لكن رغاوي ما بيرغيش. فبلاش اللي يعني اللي بتشوف الفيديو بتاعي دهوت وبتشوف الناس اللي بتلف بالحاجات دي بلاش تشتريه، لان والله بجد يعني تحس ان هو معبينه ملح، تحس اللي هو مش اوكسي بجد زي اللي احنا بنشتريه. هم طبعا اكيد يعني بيستعبطوا الناس وبيوهموا الناس ان الحاجة دي حلوة وهترغي وحلوة ورخيصة ب10 جنيه والكلام ده هوت يعني والحاجة بتطلع في الاخر برضو ايه مش اللي هي يعني. بس فانا هنا ايه بقى ايه بفرك كده اللي هي يعني زي مثلا ناموسة مثلا حد مموتها في الحيطة، مع اني ما بحبش الناموس ده خالص، لانه بجد الناموس ده اصعب حاجة في الحشرات الناموس، لانه بينقل يعني يعني مثلا ممكن يقرص حد ويكون تعبان ويجي يقرصك انت ويورث مثلا البهايم والحاجات دي. والله بجد كلامي بجد يعني الناموس ده اكتر حاجة مؤذية جامد وانا ما بحبهوش. كنت زمان لما ادخل اوضة البنات دي وبصوا ما اطلعش منها في الصيف، ما اطلعش منها غير ما فيش ناموسة واحدة بس هموته كله. وعلى شرط بلبس بمسك في ايدي حته قماشه كده ودي في اعصاب ايدي، ليه؟ عشان انا ما بحبهوش وبخاف منه. ويعني لما بيقرص اي بنت من البنات يعني بحس ان هو يعني بص هو راسني انا في قلبي كده، ما بحبهوش. فكنت بموته واحده واحده، ناموسه ناموسه يعني. بصوا الحيطه بقى بتبدا تبان ازاي، بتبدا تبان معانا. معلش يعني انا حاجتي بسيطه وممكن تكون
لناس تانية ديت يعني حاجة مش اللي هي مثلا، وبياض مش اللي هو برضو زي يعني اوض تانية عند ناس تانية. بس بالنسبة لي دي حاجة يعني ايه، راضياني وانا حاسة ان انا بصي مبسوطة خالص بيها، وحاسة ان انا ديت جنتي مملكتي. يعني انا حاسة ان انا بيتي حلو زي اي حد حاسس ان هو طبعا شقته حلوة وكده والحاجة اللي فيه راضياه. ممكن حد يقول لي طب وهي بتمسح على خيبة ايه، ولا بتمسح عشان ايه؟ ده حاجة يعني مش عارف ايه، مش متكلفة، ده حاجة، ده بياض عادي، ده مش لازم. بصي حتى لو انتي مش بياض خالص، لو حتى بصي لازقة ورا حائط، انا لو لازقة ورا حائط همسحه، هبل كده ومشى وامسحه برضه. البيبانة هي انا لسه كنت دهنة انا اللي دهناه. انا دهناه كده من اسبوعين 3 كده، لقيت شوية دهان عندنا ابيض، وهو كان متبهدل من ورا، لان من يوم ما دخلت ما كانش ابو شادي دهنه من ورا، كان دهن وش الباب بس. فانا بقى اللي مسكته بقى ايه، جيت دهنهولكوا كده ايه ابيض، خليته زي الفل. وبرضو بمسحه وبخلي البنات برضو يمسحوه لما يجوا ينضفوا، عشان ايه، اول باول كده يتم نضيف. بصوا الحيطه بتبدا تظهر معانا ازاي، ولونها بيحلو ازاي معانا. انا عايزه اقول لكم احنا اول ما بيضنا اصلا اللون ده كان، بصوا كان درجته يعني ايه، تحس ان زاهيه عن كده وزهره عن كده كمان. دي مجموعه صور كده احنا للذكرى يعني، كده معلقينها في الحيطه، عاملين احنا اللي عاملين يعني كده. شهد طبعا عاملاه زي برواز كده، ولما صور كتير بتاعتها وبتاعتنا، صور صغيره، وحطها كده ايه للذكرى. يعني هي بتقول لي يا ماما ده يعني البنات في الاوض عندهم بيعملوا لي هي، فهي عملته يعني وكده. برضه انا اللي عامله ده كان نفسي يبان، بس هو مش باين جامد يعني، الكاميرا ما كانتش مبيناه. هنا بقى ايه، هنشيل طبعا ايه الفرشه دي كده عشان نفرش السراير ونعدل الحافظات بتاعتنا. هنفرش، انفض بقى ايه الحافظه كده واعدلها، عايزه اعدلها كده عشان تبقى زي تبقى مسويه السرير، ولما افرش الملايه يبقى الملايه مظبوطه. والالوان للاسف بتاعه الحافظات، انا لما رحت اشتري من الراجل ما عندوش الوان يعني غامقه كده، عنده كل الالوان فاتحه. كان نفسي كده اجيب نبيتي، اجيب بصراحه والله بجد اجيب بني، اجيب اسمر. انا يعني انا ما بحبش الالوان الفاتحه لانها بتتبهدل، وطول ما في اطفال عندك في البيت الحاجات الفواتح دي هتتبهدل منك. ماشي، انا ايه جبت الاتنين دولت ديت، واللون التاني اللي هو اللون التاني لبني هتشوفوه، بس هو خفيف شوية عن الحافظة دي. وجبت طبعا للسرير الكبير واحدة لسه ما حطيتهاش عليه، لسه جايبها له يعني. برضو لونها فاتح برضو يعني مش لونها يعني حتى هو اصلا الراجل اللي انا بشتري منه في البلد ما عندوش غير فواتح برضو. ودي بقى الحافظة التانية مش معدولة خالص، لانهم بيفركوا على السراير بالليل وبيلعبوا ويقعدوا، بيدخلوا قبل ما يناموا ويقعدوا شوية بالتليفون ويلعبوا كده. فايه انا قلت ايه بقى، ايه لازم الواحد يظبطها ويعدلها علشان ما تنحلش من المرتبة بالليل وهم نايمين. لان بجد والله الحافظات دي بجد يعني نعمة من عند ربنا بجد، واللي اخترعها كان فنان. لان انا لما بشيلها بحس ان المرتبة لسه شارياها النهاردة، المرتبة نظيفة زي الفل، كأني لسه شارياها يعني، ما بلاقيش فيها اي حاجة. هفرش بقى الملاية بتاعتها. وبعد ما مسحت بقى يا جماعة الحيطان، بجد حسيت بالفرق جامد، بجد حسيت ان فرق السما من الارض يعني. الحيطان كده نورت، والاوضه نورت اكتر، والدنيا بقت نظيفه زي الفل. وفرحت خالص ان انا عملت بجد انجاز، يعني ان انا يعني بجد يعني بحس كده لما بنضف ان انا مبسوطه وفرحانه، وانا بحب النظافه وبحب المكان النظيف. ولو مش عندي الاتنين اللي يعني اقول ايه، بس يعني ايه، هما ربنا يخليهم طبعا، كانت الدنيا هتفضل نظيفه على طول، بس هما طبعا مبهدلين الدنيا بجد يعني.
الدنيا بتبقى نظيفة، هما بقى يجي يلعبوا ويحطوا لعابهم على السراير يعني مبهدلين الدنيا. البيت اللي فيه اطفال لازم كده يعني. بحط جنبهم عامله اللي كنتش عايزاها بعد، يعني اللي هم المراتب القطن دي. لما انا اشتريت طبعا المكتبه الكبيره بتاعتي، جيت رايحه فكاها، وبدل ما ارميها او يعني اديها لحد مش هيعمل بيها حاجه، ممكن يرميها يعني، ما فيش حد كان هياخدها وكده. هما اتنين، فكيت واحده منهم وعبيت الشيلة دي كانت عندي، عبيتهم كده وحطيتهم بدل ما احط مخده ويبقى شكلها وحش وبتسقط في الحته الفاضيه دي. احنا عندنا عمود كده في الاوض، عندنا عمودين كده جنب السراير، فبحطهم للكبار والصغيرين. حاطه 3 هنا، وحاطه برضو 2 هنا في الجنب التاني. وهنا بقى كان فاضل لي الكنيس بس اكنس، وبعد ما اكنس كده هفرش طبعا المشايه بتاعت الاوضه. وعايزه بقى اوريكم الاوضه بقت عامله ازاي. الاوضه بقت زي الفل. وعايزه اقول لكم يا جماعه ان انا بكلمكم دلوقتي دخلوا برضو الأوضة بوظوها، يعني بعد ما عملت كل ده وبعد التعب ده كله دخلوا لعبوا فيها. يعني انا ما شفتهاش لسه، بس هدخل اشوفها الاقيهم مبهدلينها برضو. بس كنت بعمل بقى وانا جعانه يعني جامد. كنت صحيت من النوم على الشغل على طول، عشان انا عايزه كده النية لله ان انا اخس. فمش عايزه اكل اول ما اصحى من النوم وكده. فكنت كان طبعا الكلام ده كنا بعد الظهر بكتير. فايه كانت اخر حاجه عندي الاوضه والحمام هعملهم، الاوضه دي والحمام. وكنت منضفه كل حاجه لانه كان عليا النهارده الشقه وكده، واميره كان عليها المواعين زي كالعاده يعني. فما كنتش كنت جعانه خالص. فعايزه اخس وهاكل اندومي، يعني مش عارفه ازاي اخس واكل اندومي. لا هو كان كيس عندي يعني، كانت شادي جايباه ونسياه. فانا طبعا لقيته كده في الشقه، لقيته في المطبخ، فقلت اكله طالما هو موجود، والله ما هاكل غيره. يعني عايزه اخس وباكل اندومي. رحت رايحه لكم بقى غلي لكم الميه وحاطه الاندومي فيه، ورحت بص اهو بيفرك اهو. ورحت عامله احسن طبق اندومي في الدنيا كلها عشان اكل. كنت جعانه خالص وكلت الحمد لله. وعملت جنبه كوبايه شاي. وما تنسوش بقى اللايك، اعملوا لي لايك. ولو عجبكم الفيديو يا ريت يا جماعه تعملوا لايك وتشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس. واهم حاجه اللايكات يا جماعه، واهم حاجه التعليقات الجميله اللي انا بسمعها منكم. واهم حاجه تعليقاتكم بصراحه بتشجعني اعمل حاجات حلوه ياما. وما تنسوش اللايك ليا كده ولمملكه لميس والاعجاب بالقناه وتفعلوا الجرس.